الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنها لمناسبة سعيدة وفرصة جليلة أن يزورنا الشيخ الفاضل والدكتور النبيل الشيخ أبو بكر حسوني حفظه الله تعالى، قادما من ولاية مستغانم. ونحن الآن في مسجد الجزائر الكبير، هذا المسجد المبارك العتيق الذي بناه العلامة الإمام العدل يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى. يقول العلامة البدوي الشنقيطي رحمه الله في ألفية عمود النسب، يقول رحمه الله: وآل عباد ملوك الأندلس من نسل ذي الطوق وغالوا هندس، يوسف بن عدل ابن تاشفين الحميري ثم من لمتون. لما أتى يوسف بن تاشفين رحمه الله مع أصحابه إلى هذه البلاد المباركة الجزائر، بنى هذا المسجد العتيق. وهذا المسجد بني سنة 90 و400، فهو قديم جدا، وقد كان يأتيه العلماء قديما يعقدون فيه حلق العلم، سواء كانت هذه الحلق العلوم العقلية أو النقلية. وكان صحيح البخاري يختم هنا كل سنة، فهو جامع تداول عليه كثير من الفضلاء والعلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليه، وأن تعود تلك الحلقات، وأن يصبح منارة للعلم والعبادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد أرادت فرنسا أن تهدمه مرتين وأن تقيم مكانه فندقا، لكن الله عز وجل سلمه وعصمه ولم يحقق لهم مرادهم. فالشعب الجزائري خرج برمته واحتج في مسيرة كبيرة، احتج على فرنسا في هدم هذا المسجد وجعله فندقا. والحمد لله رب العالمين. هذه النماذج. شكرا.